في سنة 1964 حصلت حادثة غريبة جدا. مستر هارون على المجنون نزل على الكوكب المشهور، يشوفوا بدون تشفير متلون، تقول له هقول لك برضو تنين وولاد نازل يترن دمي فخار وتشوفوا التاني كوميدي ساخر جاب من الاخر خلى القلب قلوب يا ساخر. كان في بنت كان اسمها كاتي قعدت تجري وتصرخ في الشارع وتجري تجري 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 والناس عماله تتفرج عليها. المهم جه حرامي مسكها كتفها ضربها قتلها وسابها ومشي. طبعا مفيش اي حد من الناس اللي واقفه عمل اي حاجه خالص، ولا حتى مسك الحزام قلعه، مسك الحرامي رنوا علقه. الظاهره الغريبه دي ما بتحصلش في العالم بره بس، لا هي بتحصل في مصر كمان. طبعا لما في واحد بيشوف واحده بيتحرشوا بيها ما بيتكلمش، لما بيشوفوا راجل كبير عجوز ماشي في الشارع والعيال عماله بتنط فوقيه وتهرب وتضربه بالطوب برضه مفيش حد بيتكلم. القصه دي يا جماعه من الاخر كده بالشفتشي اسمها اعمل نفسك من بنها. القصه كلها بتحصل عشان خاطر بيبقى فيه عنصرين موجودين، اللي هو التجاهل الاجتماعي وتوزيع المسؤوليه. تجاهل اجتماعي وتوزيع مسؤوليه. التجاهل الاجتماعي اللي هو يعني مش محتاج اشرحها يعني. اما بقى توزيع المسؤوليه ان هو كل واحد من الناس اللي بتتفرج على الموضوع ده بتقول هو انا هبدا الاول ليه؟ ان شاء الله يولعوا في بعض، ان شاء الله ياكلوا في بعض، ان شاء الله يحرقوا في بعض، ان شاء الله يعبطوا، ان شاء الله حتى بطيخ اي هبل هوبا. انا مالي؟ انا مش بقول للناس ان هي تخش بطريقه غشيمه عشان خاطر تصلح الموقف، لكن انت دلوقتي قدامك موقف غلط حاول ان انت تصلحه بطريقه كويسه، بطريقه دمها خفيف، باي طريقه من الطرق، بس اهم حاجه ما توصلش لدرجه اللي انت تعمل نفسك من بنها. اخر كلامي كنت عايز اقول جمله مهمه جدا: العالم لا يعاني من ظلم الاشرار ولكن يعاني من صمت الاخيار. سؤال حلقة النهاردة اللي هيعرف يجاوب عليه هيتكتب اسمه هنا. شير الحلقة وتعمل سبسكرايب للقناة، تتفرج على الفيديوهات القديمة، ويا ريت تدوس لايك هنا، تغذينا بالتعليقات بتاعتكم. أهم حاجة دلوقتي سؤال الحلقة عشان خاطر اللي هيجاوب صح هيتكتب اسمه هنا. هكتب اسمه هنا على فكرة بجد، هكتب اسمه هنا في الحتة دي وهنا وهنا. وسؤال الحلقة بيقول اعمل نفسك من بنها، قصتها ايه بالظبط؟ اعمل نفسك من بنها، قصتها ايه بالظبط؟ استنوني الحلقة الجاية ان شاء الله باذن الله. ده كل يوم 3 ان شاء الله باذن الله حلقة جديدة، كل يوم 3 ان شاء الله حلقة جديدة. كل سنة وانتم طيبين. طبعا الإجابة هتكتبها تحت في التعليقات، اوعى تنسى.